السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما بخير وصحة وهنا وراحة بال. النهاردة زي ما احنا متعودين فيديو جديد، وجيت بقى لقيت السطح بتاعنا لا حول ولا قوة، يعني عايز يتنظف، مش هينفع الكلام ده طبعا مع كبر السن وكده. الحاجة ربنا يديها الصحة محتاجة اللي يساعدها، فجيت بقى الله يسامح اللي كان السبب. لقيت العقد يعني بصوا كله وسخ يعني، والطير لم عليه الجمل عايز بأفار والله، والدنيا هايصة يعني. فقلت ايه يعني ربنا يديها الصحة، علمتني ورستني وادتني كل حاجة، والجمال والصحة والتعليم والأدب، يعني تعبت يعني مش خسارة فيها، فهتعمر لنا كمان يعني. فقلت ايه هنطلع ونكنس وننظف ونطلع مية للحمام، وفي شوية اللهم صل على سيدنا محمد، شوية توم هنتوم، عايزة انزل السلم مدعوكة وبصوا الدنيا هايصة بس. فأنا قلت ايه هنبدأ نعمل وننظف ويلا نشوف هنعمل ايه ونتوكل على الله. شايفين الحاجة مدعوكة والله ويعلم ربنا. بصوا أنا هنوريكم وعلى عينك يا تاجر، تشوفوا عاد بعد وقبل، تشوفوا تشوفوا النظافة وتشوفوا كل حاجة إن شاء الله. يلا عاد نخلص وننظف ونشوف هنعمل ايه بإذنك يا رب. شجعونا عاد بكومنت حلو ولايك، واللهم صل على سيدنا محمد، وصلوا كتير على سيدنا النبي. يعني عايزة الفيديوهات بتاعتي تبقى كلها الصلاة على النبي وكلها أذكار وكلها حاجات حلوة إن شاء الله. بصوا ده كله لميته، بصوا والله العظيم كله لميته ده، ويعني بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يدينا الصحة والعافية. أكتر من نفر يشيل الحاجة دي، فالواحد يعني قبل ما أنا قاعدة كده قلت نلم ونشيل ونعمل مش مشكلة. طوبعات واللهم صل على سيدنا محمد، ونشوف هنعمل ايه عاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاد يلا بصوا كمان الأوضة التانية معفنة، يلا نخش وننظفه ونشوف ايه بإذن الله. طيب واحنا رجعنا تاني وبصوا عايزة اوريكم اللي عايزة تنظف ده مقطورة عايزة تطلع، لا اله الا الله. كل ما نبص يعني ونكون متحمسة لا نرجع ونقول لا اله الا الله. الواحد يعني تعب من منظر والله، بس انا حنبدأ نتسلى وان شاء الله بإذن الله. بصوا يا المرار الطافح ده كتير كتير قوي. اللهم صل على سيدنا محمد. الواحد والله مش عارف، مش مشكلة نبدأ نلمه ونعمله وإن شاء الله بإذن الله يكون كويس يعني إن شاء الله. وأهو زي ما انتم شايفين معانا. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا عليه يا جماعة، صلوا عليه كمان مرة. هننظف ونعمله كويس ونشوف إن شاء الله بإذن الله الشكل النهائي ايه. بصوا المكنسة بس بالراحة عليها، مش عايزة نتقل عشان ما تكسرش معي، عشان لو اتكسرت صراحة أم كريم ربنا يديها الصحة دي حتقوم يعني هتاخد مني حق المكنسة، هي مالها عاد يعني نقوم بخسارة يعني؟ لا مش بخسارة، دفعنا حقها يعني زي حاجة ما فيش والله زي ما هنقولكم يا جدعان. مش خسرتها يبقى ندفع حقها، يعني هي الشغلانة وقعت عليها جيت بدل ما نعمر يجي يخرب، لا. ما تعدي ب50 جنيه دي تطلع ب60 أو حاجة زي كده، فلو كسرتها هتدفعني حقها. فايه نحترم نفسينا عاد وبالراحة وتاتا زي ما يقولوا. وانا بس مسرح الفيديو. ايه رأيكم عاد في النظافة؟ كتبولي عاد في كومنت وقولولي ايه رأيكم، الواحد يكسب ثواب، ده رضا الأم يعني. بصوا هنا ودول وكده بسم الله ما شاء الله. لميت برضو دول اهم، والمكان نضف وهكمل
ايه الأوضة دي بسم الله ما شاء الله، ضفت لحد عندها. والكراكيب طبعا دي حاجات هتتباع بتاع الخردة وكده. احنا نضفنا وهوريكم المنظر النهائي وانتظروني باقي الأوضة برضو. بصوا انتظروني يا جماعة فيديو جديد وفيديو أحسن من كده. ودي النتيجة هيتلم ده واللي هناك واللي هناك وكده. هنخلي العجد أو السطح بسم الله ما شاء الله حاجة تبرق كده تمام. وهنلم البيض اهو الفروش باط عشان نتغدى. وحاجة البيت ان شاء الله لا يعلى عليها. وانتظروني الفيديو على نظافة وعلى احسن من كده ان شاء الله. هنحاول الشوائل دي وهنظبط الدنيا باذن الله وهلم الكراكيب دي. بصوا محتاج نظافة ازاي يا جماعة. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.